السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست كلام أحلام. بودكاست اللي الهدف ديالو الأساسي والأسمى هو أننا نوليو أحسن نسخة من نفسنا ونعيشوا الحياة اللي حنا كنتمناو. قبل ما نبداو الحلقة ديال اليوم بغيت نشكر بزاف الناس اللي شجعوني في الفيديو اللي قبل، شكرا لكم من أعماق القلب. وكنقول مرحبا لكاع الناس اللي يلاه دخلوا للقناه. وإلا كنتو جداد واول مره كتشوفوا لا فيديو ديالي وكيعجبكم هذا النوع ديال المحتوى، ما تنساوش ديروا ابوني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. الحلقه ديال اليوم حلقه جد مميزه لان الموضوع ديالها مميز صراحه. انسبيراني واحد لو كومونتير ديال واحد البنيته اللي قالت لي ديري لينا اون فيديو على الثقه في النفس، وصراحه ما ترددتش لانه موضوع جد مهم واللي اي انثى خاصها تكون ديجا كتعرفوا وكتطبقوا في الحياه ديالها اليوميه. بزاف ديال البنات كيتسائلوا كيفاش نقدر نثق في راسي، شنو هي الثقه في النفس، وكيفاش خاصني نكون باش نكون ثقه في راسي. اليوم غادي نشرحوا شنو هي الثقه في النفس، كيفاش نقدر نطبقها في حياتي، وشنو هما المغالطات اللي تيقيسوا هذا المفهوم ديال الثقه في النفس. اول حاجه قبل ما نعرفوا شنو هي الثقه في النفس خصنا نسولوا راسنا علاش حنا ما كنثقوش في راسنا. حنا كإنسان كرمنا الله سبحانه وتعالى وعطانا قيمة كبيرة. ما يمكنش انا كإنسان كرم الله سبحانه وتعالى وما نكونش كنثق في راسي. عندي بزاف ديال الحوايج زوينين وفيا بزاف ديال الخصال اللي انا يمكن مغمضه عيني عليهم وما قادراش نشوفهم، وهذا الشيء شي مرات كيقدر يكون بسبب التربيه. الطفوله ديالك كيفاش عشتيها والتربيه اللي تربيتي تقدر تكون عندها اثر كبير على الثقه ديالك في راسك. ناخذ مثلا جوج ديال الاطفال، واحد عاش في واحد لونطوراج اللي الوالدين ديالو كيشجعوه كيثقوا فيه من هو صغير، كيصفقوا عليه على الانجازات الصغيره ديالو في كل نهار، كيشجعوه كيمدحوه، كتقول لها بنتي انت زوينه، انت انسانه مزيانه، انت كديري داكشي اللي كنقول لك، الله يرضي عليك، كيدعيو مع وليداتهم اكسيتيرا. وغادي ناخذ واحد الطفل اخر اللي عايش في انفيرونمون كومبليتمون مختلف اللي فيه كاين الانتقادات، انت ما كتفهمش، انت ما كتقراش، انت ما عمرك غادي توصل، انت ما كتسوى والو، انت ما كتسوي والو، انت بلاصتك ماشي هنا، انا ندمت حيت ولدتك، انا ندمت حيت انت في حياتي، بسببكم انا وليت في هذه الحاله، بسببكم انا ضحيت اكسيتيرا اكسيتيرا. وبزاف ديال الانتقادات وبزاف ديال الهضره اللي كتاثر بطريقه مباشره على السلوكيات ديالك. وهذا الشيء ما غادي تقدري تفهميه الا جلستي مع راسك وحاولتي تفكري الطفوله ديالك كيفاش دازت. واش كنتي من الاطفال اللي كانوا كيوصلهم التشجيعات؟ واش كنتي من البنيتات اللي كانت الام ديالها ولا الاب ديالها كيمدحوها؟ واش كنتي كتحسي بالحب ديال الوالدين ديالك ليك؟ واش كنتي عايشه في واحد لونفيرونمون اللي فيه الاتزان؟ الا كان الجواب هو لا، فكوني متاكده ان هذا الشيء غيكون قاص لك ثقتك في نفسك وقاص لك الاستحقاق ديالك لراسك وخلاك متضاربه مع نفسك. لان اكثر الناس اللي حنا كنثيقوا في الراي ديالهم هما الوالدين ديالنا. الا قالوا لنا باننا حنا مكلخين كنتيقوا باننا حنا مكلخين. الا قالوا لنا باننا حنا عمرنا ما غنحققوا شي حاجه في حياتنا مالوغوزمون كنتيقوا باننا ما عمرنا غنحققوا شي حاجه في حياتنا، لانهم اول الناس اللي كيكونوا في حياتنا وهم اول قدوه لينا في الحياه واول اكزامبل كنشوفوه وكنشوفوا معاملاته. داكشي باش كنكونوا طبق الاصل ديالهم، وشي مرات نقدروا كاع نكونوا العكس ديالهم لاننا ما عجبتناش طريقه العيش ديالهم. ولكن باش نقدروا نتصالحوا مع هذا الامر خصنا نعرفوا بان والدينا حتى هما كانوا عندهم والديهم اللي حتى هما يمكن قاسوا لهم ثقتهم في نفسهم وما عطاوهمش واحد التربيه ولا واحد القيم اللي غادي يقدروا يدوزوها لولادهم حتى هما. داكشي باش اول خطوه ليك باش انك تصالحي مع الطفوله وتصالحي مع الماضي ديالك هو انك تقبليه وتسامحي لوالديك، خصوصا الا ما كانوش كيشجعوك وما عمرهم ما كانوا سند ليك ولا شي مرات كان طرف منهم غائب من حياتك. انا عارفه بلي هادشي ماشي ساهل، وشحال من مره كديري بحال هادشي ما عمره ما كان وبحال ما كيأثرش عليك وانت انسانه قويه، ولكن في الداخل ديالك كاين واحد الجرح عميق اللي خصك تمشي وتحليه وتديري ليه شويه ديال البونسمون وتديري ليه شويه ديال الضوء الاحمر وتداويه بشويه بشويه، لانك الا ما داويتيش غادي يتسد، ولكن غادي يتسد وهو مجروح، وغادي تدوزي هذوك القيم وهذوك الامور اللي عشتي في الطفوله ديالك لولادك ولا للناس اللي دايرين بك. التصالح ديالك مع التربيه ديالك والتصالح ديالك مع الماضي ديالك نقطه مهمه باش تقدري ترجعي الثقه ديالك في نفسك. وهنا غادي نمشيو لواحد النقطه مهمه، انك تولي انتي هو لو بارون ديالك، تولي انتي اللي كتعطي لي زانستركسيون لنفسك، تولي انتي اللي كتشجعي راسك، تولي انتي اللي كتمدحي راسك، تولي انتي اللي كتعطي راسك الحب اللي تمنيتي انه يوصلك وانت صغيره. هاد النقطه بالضبط
تيقيني الا خدمتي عليها ما غتحلش لك غير مشكل الثقه في النفس، غتحل لك مشكل التعلق، غتحل لك مشكل ديال انك كتجذبي لحياتك ناس ما تستحقوكش، غتحل لك بزاف ديال المشاكل اللي انت يمكن حتى دابا ما واعياش بها. وكنصحك انك تبحثي اكثر واكثر في هذا الموضوع لانه غادي يحل ويبدل حياتك بطريقه زوينه. الا بغيتوني ندير لكم فيديو على جرح الطفوله ونهضروا فيه ونناقشوا فيه ونحاولوا نشوفوا كيفاش نقدروا نصلحوه، خليوا لي في لي كومونتير. ثاني حاجه من مور التربيه كتجي المقارنه. الا في الطفوله ديالك، وديما غنعاود نرجع للطفوله لانها هي اللي كتحدد شكون انت اليوم، الا في الطفوله ديالك كنتي دائما بين المقارنات، شوفي بنت خالتك شنو دارت، شوفي اختك كيفاش دايره، شوف خوك كيفاش كيتعامل، علاش انت ماشي بحال اختك، انايا كالام ديالك وصلت وقريت وانت ما تتقراي والو، انت ما عمرك ما غادي توصلي. ودائما كنقولوا لك بانك انت ماشي كافيه، وبانك انت مكلخه، وبانك انت ما كتفهميش، وبانك انت ما عمرك غادي تقدري توصلي لشي حاجه في حياتك. مالوغوزمون هادشي كتيقيه وكيبقى عايش في العقل اللاواعي ديالك وكيخرج عن طريق تصرفات وسلوكيات كديريهم شي مرات وانت ما حاساش. ثالث حاجه انك كتعطي قيمه كبيره للراي ديال الناس وكيفاش كيشوفوك والاراء ديالهم والمعتقدات ديالهم والتصرفات ديالهم وكيفاش هما غادي يفكروا فيك اكثر من كيفاش انت كتشوفي راسك. الا كنتي كديري هذه القضيه وكتعطي للناس اكثر من القيمه ديالهم وكتخليهم هما يحكموا عليك قبل ما انت تحكمي على راسك، ما يمكنش تكون عندك ثقه في نفسك، مستحيل، لان الثقه في النفس غادي تجي عندك من الداخل. الا كنتي باغا تبني ثقتك في نفسك على اساس الناس، على اساس الاراء ديالهم، على اساس التشجيعات ديالهم، فما عمرك تقدري تثقي في راسك. ان الناس دائما غادي يقولوا لك داكشي اللي كيناسبهم هما، وغادي يعطيوك ارائهم على حساب المعتقدات ديالهم هما، وغادي ينتقدوك على حساب القيم ديالهم هما. يعني انت الا كنتي باغا تبازي ثقتك في نفسك على اراء الناس فكوني متاكده انك غالطه وبزاف. هادشي اللي كنقول لك دابا كان يقدر يكون كيبان لك طبيعي. خاصك تحلي الكتاب ديال الطفوله ديالك وتكلسي غير مع راسك وتعاودي تفكري اشنو عشتي وشنو هما الامور اللي خلاوك تكوني اليوم الشخص اللي انت عليه، شنو هما المواقف اللي بقاو غافي في لا ميموار ديالك، وشنو هما الانتقادات اللي ما عمرك ما نسيتي. الا جاوبتي عليهم كوني متاكده انك لقيتي النص ديال الحل ووصلتي كاع للحل، لاننا ملي كنعرفوا المشكل راه بحال حليناه. دابا ملي رجعنا وفهمنا وشفنا شنو هما الامور اللي تقدر تخليني ديجا اليوم ما تيقاش في راسي. ثقه ماشي واحد الحاجه اللي كتزاد فينا، ثقه واحد الحاجه اللي كنكتسبوها مع الوقت ومع التجارب. يعني حتى لدابا راه ما فاتش عليك الحال. اول حاجه باش غادي نعرفوا الثقه غادي نهضروا على نظريه الكفاءه الذاتيه. باش تقدري تبداي واحد الحاجه ما خاصكش تكوني ثقه في راسك، خاصك تبداي باش من بعد تثقي في راسك. يعني الثقه ماشي واحد الحاجه اللي كتكون فينا، الثقه واحد الحاجه اللي كنبنيوها على اساس داكشي اللي حنا حققنا وداكشي اللي حنا كنديرو والانجازات الصغيره اللي كنديرو كل نهار. شتي غير الا عطيتي لراسك وعد وفيتي به فانتي تقدري تعزي ثقتك في نفسك. الا خديتي قرار وشديتي فيه وكملتي عليه انتي من موراها غتولي ثقه في راسك. مثلا كنتي كتفكري انك تبداي القرايه ديالك في واحد المدرسه معينه وفي الوقيته ديال البريباراسيون كتحسي بلودوت وبالشك وما تيقاش كاع في راسك. هادوك الاصوات الداخليه ديالك اللي كيقولوا لك انتي ما غديري والو، انتي اصلا ما عندكش الزهر، وكاع حتى الا تقبلتي ما غتقدريش دوزي لوغال لانك ما كتعرفيش تهضري قدام الناس وبزاف ديال لي ميساج تيدوزهم لك اللاواعي. ولكن ما خاصكش تسمعي لهاد الاصوات، خاصك دوزي لاكسيون، تمشي توجدي دوزي وما تخليش هذوك الاصوات الداخليه تاثر عليك وما تخليكش تزيدي للقدام. وملي غادي تجيبي هذاك الكونكور وملي غادي تدوزي هذاك لوغال تماك فين الثقه بالنفس ديالك غادي تبدا كتبنى بشويه بشويه. يعني خاصك ديري انجاز باش تثقي في راسك، ماشي تكوني ثقه في راسك باش ديري انجاز. الثقه ماشي واحد الحاجه اللي غادي تجي وغادي تطيح عليك من السما، واحد الحاجه اللي غادي تبنيها دقه دقه. دابا غادي نقول لك خطوات عمليه جدا باش غادي تقدري تبني الثقه ديالك بحال الا كتبني واحد الدار. يعني غادي نديرو الساس عاد باش غادي نقادو السور ومن مورا عاد باش غادي نفكروا نبداو نطلعوا لي زيتاج. ما يمكنش واحد الدار من الاول نحطوها من الفوق حتى لتحت، تنبداو من التحت حتى للفوق. دوك شنو هو الساس ديال هذه الثقه؟ هي انك تكوني واقعيه ماشي مثاليه. ما خاصكش تكوني بارفيت، وهذه غنبقى نقولها لك ونعاودها لك في كاع لي فيديو. خاصك تكوني انت. يعني شنو انت
بالحوايج الزوينين اللي فيك وبالحوايج اللي خايبين فيك. خاصك تكوني كتعرفي ديجا شنو هما لي كاليتي ديالك، الميزات ديالك، وشنو هما لي ديفو ديالك، يعني الامور اللي خاصك انت تخدمي عليهم. كوني عاطيه الراي ديالك بموضوعيه كامله، يعني ما تزوقيش الصوره ديالك لنفسك، وثاني ما تبخسيهاش بزاف. نعطيك ان اكزامبل، الا كنتي انت واحد الانسانه معطاءه جينيروز دو ناتور، كتقاسمي بزاف وكتعطي بزاف للناس اللي عزاز عليك، ولكن في المقابل انت واحد الانسانه اللي ما تتعرفش تعبر على المشاعر ديالها، ما كتقدرش تقول للشخص انت درتي ليا وانت درتي ليا، وعندك واحد الخلل في التواصل، يعني الناس دائما كتلقاي معاهم مشكل، غتشدي ورقه وستيلو وغتقيدي هالي فيا زوين وهالي فيا خايب. لو فيت انك انسانه معطاءه واحد الحاجه زوينه اللي خصك تخليها فيك، تكبريها وتخليها تنمو اكثر واكثر. ولكن الا كنتي انت انسانه انطوائيه وما كتعرفش تعبر على الراي ديالها وديما كتختار الصمت، فهذا واحد الامر اللي خصك تخدمي عليه. تشوفي راسك في المرايه وتعرفي شنو هما الامور اللي فيك زوينه وشنو هما الامور اللي خصك تخدمي عليهم، ودائما بواقعيه ماشي مثاليه. الا كنتي كتسناي تبني الثقه ديالك في نفسك حتى تولي انسانه مثاليه ويكون كلشي فيك بارفي، فانتي في واحد الطريق اللي ماشي هي هذيك، وما غادي يديك لحتى بلاصه. بالعكس، خاصك تبغي راسك بالزوين وبالخايبه ديالك، بالامور اللي زوينه وبالامور اللي خايبه، وهذيك اللي خايبه تبحثي تقلبي وتسولي الناس اللي عندهم واحد المعرفه اللي يقدروا يعاونوك انك تطوري راسك. ثاني حاجه، النجاح ماشي واحد الحاجه اللي صعيبه، يعني انت الا بغيتي تثقي في راسك خاصك تحاولي ديري ليك دي زوبجيكتيف اللي يكونوا صغار. الانجازات اللي كنهضر عليهم الانجازات الصغيره ديال كل نهار، بحال تجمعي بيتك، بحال تاخدي واحد الوقيته وتهلاي في راسك، بحال تخرجي تمشاي، بحال تنفسي مزيان، بحال تصلي الصلاه ديالك، بحال تقراي واحد شويه ديال القران، بحال ديري الدعاء. يعني واحد الانجازات اللي بسيطه في النهار اللي غادي يخليوك تحسي بانك حققتي واحد الامور، وملي غادي تبقاي تجمعي في دوك الانجازات البسيطه راه هما اللي غادي يديوك لذاك الانجاز الكبير. ثالث حاجه، خاصك تكوني مستعده تعلمي، يعني باش نثق في راسي خاصني ندير واحد المجهود. اكبر الفنانين واكبر الرياضيين واخا هو عارف لي كومبيتونس ديالو وعارف الميزات ديالو وعارف راسو انسان قوي، ولكن واش ما كيتدربش؟ مثلا واحد اللاعب ديال الكره وعارف راسو انسان قوي وغادي يقدر يماركي لانه ديجا ماركا وديجا لعب دي ماتش، ولكن واش هاد الشخص ما غاديش يتريني؟ ما غاديش يدوز ساعات في لاصال باش انه يوجد راسو؟ داكشي باش حتى انت خاصك ديري نفس الحاجه. واخا تكوني كتثقي في راسك واخا تكوني ديجا درتي انجازات، الثقه خاصها تبقى تغدى، لان الا ما تغداتش واحد النهار غادي تحبس. الا كنتي انت مثلا عندك واحد لونتروتيان خاصك توجدي ليه، والا وجدتي ليه غتمشي ثقه في راسك، لان لا بريباراسيون كتعطينا الثقه. اما الا كنت انا غادي نمشي وما موجداش، فاول حاجه اساسيه انا ما دايراهاش، ما يمكنش نكون ثقه في راسي. ولكن لا بريباراسيون تعطينا واحد لا كونفيونس. اذا لا بريباراسيون هي لا باز باش نكون انا ثقه في راسي، وهذيك الثقه راه غادي تبقى تبنى بشويه بشويه تتولي واحد الحاجه اللي داخله في الكيان ديالك، كتجري ليك في الدم، ولكن ما غتقدري توصلي لهذاك لو نيفو حتى غادي ديري هاد لي زيتاب كاملين اللي قلت لك. واهم نصيحه سهله وبسيطه، كل نهار في الصباح غادي تحاولي ديري دي زافيرماسيون بوزيتيف لنفسك، واحد لو ميساج غتصيفطيه لراسك، لان انا عارفه كتلقاي الوقت للناس كاملين تقول لهم صباح الخير وكنتمنىك دوز نهار زوين وكتصيفطي لي فوتو زوينين للعائله، ولكن كتنسي نفسك. ملي تفيقي كل صباح وقولي انا ثقه في راسي، انا كنبغي راسي، وانا كنحمد الله سبحانه وتعالى على كاع النعم اللي عطاني، وندير الاذكار ديالي ونبدا النهار ديالي زوين ومريح. ومن تماك غادي تشوفي بان طريقه الكلام ديالك مع نفسك غادي تخليك تكوني مرتاحه، لان لي ميساج اللي انت كدوزي لراسك مهمين جدا. الا كنتي كتوجدي راسك في الصباح وان فوا شفتي راسك في المرايه موجي ما عجبنيش اليوم، شعري ما زوينش، صراحه ما بقيتش كنبغي راسي، هادوك لي بيتيت زافيرماسيون بحال شي سم كتدخلي للجسد ديالك كل نهار وكتدخلي العقل ديالك كل نهار. العقل ديالك اش كيقول لك؟ عندك الحق، صراحه خايبه انت، ما عجبتينيش، صراحه ما واجداش لهذا الامتحان وما كنظنش انك غتنجحي فيه. العقل ديالك غادي يكمل عليك. دونك اعطي لراسك دي زافيرماسيون بوزيتيف. انا كنبغي راسي، غيقول لك بصح انت كتبغي راسك. انا كنحمد الله سبحانه وتعالى على كاع النعم، الحمد لله والشكر لله على اي حاجه نعم علينا بها الله. يعني هاد الامور راه هما اللي غادي يغديو، واي حاجه كتكونسوميها كون هضره كون فكره كون ماكله راه كترجع عليك يا اما بالمنفعه ولا بالمضره في العقل وفي الجسد ديالك. تفكري 3 ديال الامور اللي ما عمرك خصك تنسايهم الا كنتي بغيتي تكوني ثقه في راسك. اول حاجه قولي لراسك انا انسانه حقيقيه، انا ماشي انسانه مثاليه،
مثاليه، وما تبقايش تقارني حياتك بحياه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. الا شفتي لا ستوري ولا لا فيديو ديال واحد السيده انت ما كتعرفيش شنو كتعيش، وما كتعرفيش الظروف اللي كبرات فيهم، وما كتعرفيش الحياه اللي كتعيش. انت كتشوفي داكشي اللي اختارت هي توريك. داكشي باش راه ماشي معقول تقارني حياتك بحياتها. انت ما كتعرفي عليها والو، ولكن كتعرفي على راسك كلشي. ما تبقايش تقارني راسك بالناس، وما تبقايش تقارني انجازاتك بانجازات الناس، وما تحاولي تكوني في المنافسه مع حتى واحد من غير نفسك. ثاني حاجه، تكوني خايفه وتكوني كتحاولي تطوري من راسك وعندك دائما داك الخوف من الفشل، دليل زوين على انك كتحاولي تمشي للقدام وكتحاولي تخدمي على راسك. قدري ترجعي داك الخوف واحد القوه اللي غتخليك تزيدي للقدام، وتذكري بان اي خطوه بسيطه كديريها كل نهار كتاثر بطريقه مباشره على الحياه ديالك اليوميه. كما كانوا الاوضاع ديالك اليوم، كيف ما كانوا الظروف ديالك اليوم، وكيف ما كانوا الاحلام ديالك، انت كتستحقي تبغي وتثقي في راسك. بغي راسك. انا عارفه بلي هادشي ماشي ساهل، كاملين دزنا من لحظات اللي فقدنا فيهم نفسنا، فقدنا فيهم الثقه ديالنا في راسنا بسبب ظروف، بسبب مشاكل، وبسبب عراقيل كدوز في حياتنا. ولكن الا كنتي كتبغي راسك بصح، فانت غادي تستغلي هذوك العراقيل، غادي ترجعيهم قوه. كاين طريق خاص بك غير انت، وانت ما خاصكش تكوني نسخه من بزاف ديال الناس. كوني غير انت، كوني حقيقيه وما تدعيش المثاليه، لان الكمال لله سبحانه وتعالى. كتبي لي في لي كومونتير وقولي لي شنو هي اول خطوه غتبداي بها اليوم باش تبرهني لنفسك انك تستحقي الثقه وكتستحقي الحب. كيف ما كانوا الظروف ديالك اليوم ما تخليهمش يحبسوك انك تولي احسن نسخه من نفسك. الحياه ما عمرها ما كانت سهله، ولكن بالعزيمه والاراده ديالنا غادي نحققوا كاع داكشي اللي كنتمناو باذن الله. الا عجبتك لا فيديو ما تنسيش تخلي لي لايك وتشتركي في القناه باش يوصلك كاع الجديد، وغنخلي لك انستغرام ديالي هنا باش تتبعيني، لاننا كاملين في واحد الرحله باش نوليو احسن نسخه من نفسنا. شكرا لك الا بقيتي حتى لهنا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده من بودكاست كلام احلام.